السلام عليكم، معكم مصطفى العلوني، وأهلا بكم في الجزء الرابع من برنامج بودكاست نميش. اليوم سوف نستضيف أحد أفضل اليوتيوبرز بالنسبة إلي، وشخصيا أعتبره قدوتي والذي ألهمني لكي أفتتح هذه القناة، ألا وهو الأسطورة فاير تيوب. أهلا بك يا أيها الأسطورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. كيف حالك يا سيد نميش؟ أنا بخير، وأنت يا فاير تيوب؟ الحمد لله. كما قال أحضرناك إلى هنا لأنك من أحد أبرز اليوتيوبرز، ومن أحد أنت شخصيا أنت تعتبر قدوتي في اليوتيوب. لماذا أنا فتحت هذا البرنامج؟ فقط اقتداء ببرنامجك الذي سميته بودكاست فاير تيوب. المهم أي م? يعني نعم. يعني شكرا لك يا نميش. يعني ألهمتني بنفسي، ولقد شجعتني كي ألهم الناس. لا تنسوا ضغط اللايك والسبسكرايب لقناة نميش عمر، أو كي يسمونا بودكاست عمر. بودكاست هل هذا صحيح؟ نميش. آسف على هذا بودكاست نميش. آسف على هذا النطق. لا، عادي عادي، أحيانا نتوتر، لكن المهم نحن فقط هنا نسولف، كما يقولون مثل أي بودكاست عادي. لكن هل تعرف ما هو الفرق بين هذا البودكاست والبودكاست العادي؟ الفرق بينهم هو أن البودكاستات العادية تكون طويلة جدا، ساعة، ساعة ونصف، نصف ساعة، بينما هذا قصير جدا، 5 دقائق والصلاة على النبي. المهم، نعم. لكي لا نطيل أكثر في المقدمة، دعونا ننتقل إلى السؤال الأول. السؤال الأول يقول: ما هو السبب الذي دفعك إلى أن تبدأ تنزل في اليوتيوب سنة 2020؟ يعني والله هذا سؤال رائع. شكرا. السبب الذي ألهمني هو أنني أرى نجوم عديد من النجوم، أراهم لديهم قنوات، مشاهدات، مشتركون كثيرون. مشتركين عاليين. فلهذا فلهذا صاحب القناة، وهو جيم وار، أحد أفضل القنوات، ألهمني. و فلما ألهمني بدأت هذه القناة. أنت أخبرتنا بأنه من أحد أهم الأسباب التي صنعت بها القناة هي صديقك جيمو. نعم، من أهم الأسباب. بالحديث عن جيمو هذا، ماذا يمكنك أن تخبرنا عنه في كلمات، كذا في جمل قصيرة؟ أسطورة الأساطير. يعني ما لو جيمو يشاهد هذا المقطع فماذا ستقول له؟ فأقول له شكرا على أنك ألهمتني، وأنت أسطورة. وأنت أيضا أسطورة. الآن ننتقل إلى أحد الأسئلة. المهم، تتذكر أول مقطع في قناتك كان تحت عنوان كيف تصنع انترو احترافي بفيلمورا، وكنت ترينا فيه كيف نعم. نصنع، العنوان وحده يدل على الفيديو، كيف تصنع انترو احترافي بفيلمورا. هل يمكنك أن نعم. تكلمنا قليلا حول هذا الفيديو؟ كيف كانت الظروف يعني والكواليس؟ ظروف التصوير كانت رائعة. كنا أنا وجيموا نعمل. تقول لي ليش؟ أعرف بأن هذا السؤال يطرح في رأسي. أكيد. ليش جيموا كان معي في أول مقطع فيديو لي في القناة؟ وما هو السبب؟ يعني السبب هو أنني لم أكن أعرف كيف أصنع الفيديوهات عامة عادي. كنت هذه حقيقة أول الأمر. مرة تصنع فيها فيديو، طبيعي هذا الشيء. نعم، لم أكن أعرف، فساعدني جيموار. شكرا له، فساعدني بفضل الله ثم بفضله نشرنا هذا المقطع. خرج يعني أسطوري وناري من كل الجهات. جيموار كان كواليسه. أنا وهو كنا من أجمل الكواليس. كيف كنا نصور ونضحك، نصور ونضحك. حتى أثناء يعني المونتاج. نعم، حتى أثناء المونتاج هكذا نضحك. فعموما شكرا له يا أسطورة، فأنت تشاهدني فشكر لك يا أسطورة. أكيد أنه يشاهد هذا المقطع، وسوف نرى ماذا سيرد عليك في التعليقات. المهم سيد فاير تيوب، السؤال الذي بعده يقول:
سمعنا يعني هناك بعض التسريبات وسوف أظهرها الآن في المونتاج الصور. تسريبات تقول بأنه أنت متعاون مع ميمي برودكشن أو صناعة ميمي، وبدأتم تصنعون فيلم أنيميشن، هل هذا صحيح؟ يعني هذا سؤال صعب. يعني في الحقيقة، كيف أترجمها لك؟ لا أعلم، لكن impossible أننا نصنع هذا أنيميشن يعني. يعني هذه مجرد إشاعة، يعني يعني هذه إشاعة خاطئة. من ذلك. لكن لكن هناك صور تثبتها، هناك صور من التسريبات، يعني يقولون ها هو اسمه، حتى اسم الأنيميشن وتسرب اسمه أعتقد يعني مجهول، هكذا مجهول في بيتي أو شيء. تسربت كثير من يعني الصور. يعني هذا يعني هذا الأنيميشن يعني واضعينه في مسودة يعني. يعني لم نبدأ في صنعه يعني فقط أبدا. كفكرة لكن محاولة. نعم، في مسودة. وأظن هذه الصور غير موثوقة. وتتبع في شهر رمضان، في الشهر في شهر رمضان، في يوم 10/4/2023، سوف بإذن الله سوف نبدأ، أو لا أعرف، يا نبدأ أو ينشر، لا أعلم. لكن يعني سوف يكون هناك أنيميشن أو لن يكون؟ نعم يعني. هل يكون أو ما زال يعني في يعني الشك؟ لا أعلم. لا زلت تشك؟ لأنك نعم. أخبرتني أنه مسودة، يعني لسه الوقت بدري عليه. نعم. المهم نعم. أنت الآن تصنع أنيميشن، لكنه ليس أنيميشن رسمي، يعني لسه مسودة محاولة. وهذه الصور، هل هي صور كلها صحيحة أو بعضها صحيح أو كلها خاطئة؟ الصور التي ظهرت. يا صديقي، أظن أن أظن أنه لما كان يلعب سونيك، يعني لا أعلم. أظن أنها صور من المسودة الذي أنا وجيمو محضرين له. واسم الأنيميشن، يعني حيخرج في شهر رمضان يعني. واسم الأنيميشن يقولون اسمه مجهول في بيتي، هل هذا اسم صحيح أو فقط، أو لسه لم تقرروا الاسم؟ يعني هذا الاسم غير مشكك، يعني مشكك في هذا الاسم. يعني لم تختاروا اسم يعني نهائي، يعني مجرد لم يعني نختار. أنتم عندكم قائمة من الأسماء، من أحد هذه الأسماء مجهول في بيتي هكذا، قد يكون وقد لا نعم. يكون. نعم. لكن يعني صراحة لو يكون يعني سوف يكون أنيميشن أسطوري إذا نزل. أنا مترقبه، بليز لا تلغوه بليز رجاء. يعني أنت تحقق في كونتي. لا أنا فقط أترجاك، ليس أنا، المتابعون يطالبونك، هل سوف ترفض المتابعين؟ يعني أسألك من فضلك، اسأل تفضل. يعني كيف أتتك هذه الصور؟ وهذه الصور في مسودة أنا وجيمو مشددة الحراسة. والله أنا يعني هذا مصدر من مصادرنا السرية، يعني هذا مصدر دقيق يبحث في حساباتكم في سكراتش. أخبرني أن كان هنا، شوف هو أخبرني أن هناك مشروع في ميمي برودكشن فيه اسمه الأنيميشن، وهناك مشروع في حسابك، وهناك مشروع في حساب بوغون سلوث. لكن الصور قال لي أغلبها أخذها من حساب ميمي برودكشن، والاسم أخذه من حسابك. هو أخبرني هكذا وقال لي أنه ليس مسودة، قال لي أنهم اشتغلوا على الأنيميشن، يعني نفذتم جزءا كبيرا منه، وأنت الآن تقول لي أنه مسودة. لا أدري هل هو يكذب علي، أو ربما وضعتم بعض الأشياء لكنها ليست نهائية، يعني قد تتعدل في النسخة الأخيرة. هكذا أخبرني هذا المصدر السري، ولا أستطيع أن أفصح. يعني هذا المصدر أظنه غير مصدري. كيف يعني غير مصدري؟ نعم. يعني أنه يعني أن نحن واضعين في مسودة مشددة الحراسة، لا يعلمه إلا أنا وجيمو رب العالمين. يعني رب العالمين، أنا وجيمو من يعلم بهذا. لكن كيف هذا الشخص استطاع أن يصل إلى هذه المسودة؟ لأنه أخبرني وصلت إلى المشاريع. كيف؟ لكن أسألك من فضلك، نعم. من يكون هذا؟ لا تخف.
هذا أحد المشتغلين والعاملين معي في القناة، ليس لديه يعني قناة في اليوتيوب، ولكنه يحب سكراتش كثيرا. وقال لي أن لديه صلة مع ميمي برودكشن، وكان في أحد المرات ميمي برودكشن أعطاه حسابه، قال له أريد أن أنشر مشروع في حسابك، قال له أوكي. وكان يرى في المشاريع الغير مشاركة، ورأى هذه المسودة التي تتكلم عنها. يعني السؤال اللي وراه يعني. حسنا، لقد أطلنا كثيرا في هذا السؤال. المهم، أنتم الآن الخبر الرسمي أنكم وضعتم مشروع مسود. هذا رسمي. نعم هذا رسمي. رسمي. حسنا. رسمي. رسمي 100%. حسنا. السؤال الذي بعده يعني أقول لا أحد، لا أحد يكذبك فيه. حسنا، ولكن اسم الأنيميشن والصور هذه ليست حقيقية. نعم. حسنا، السؤال الذي بعده يقول يعني لو الآن يحضروننا متابعون جدد لا يعرفون من هو فايرتيوب، هل يمكنك أن تعرف عن نفسك باختصار؟ نعم أنا فايرتيوب صانع محتوى، يعني صانع محتوى موسيقي، شروحات، ألعاب، يعني أضع فيه كل شيء هذه محتوى القناة. متنوع. نعم محتوى متنوع. وأيضا هناك يعني أنت تشتغل مع جمعية قتل الوحوش يعني، وتعرف أعضاءها، هناك نافاس، ريد، نونو. هل يمكنك أن تتكلم لنا؟ من قال من قال لك هذا الخبر؟ لا، هذا مؤكد. جمعية قتل الوحوش بنفسهم قالوا لنا بأنك أنت ممنتج عندهم. لا، هذا خبر رسمي، ومن رئيس الشركة بنفسه. ودائما في المقاطع نراهم يكتبون هكذا: فريق الإنتاج مونتاج فاير تيوب. هذا خبر رسمي، يعني هذا من زمان. يعني يعني هل يمكنك أن يعني هل يمكن يعني هذا، يعني عندما فصحت سأفصح لك عن شيء. حسنا. يعني هذا الخبر إني في جمعية قتل الوحوش، يعني خبر مؤكد 100%. يعني أنت تشتغل معهم. هل يعني يعني سريا لا أحد يعلم بأنه، بغير أنك كيف قالوه لك الله أعلم. لكن نحن نراها في مقاطع نافاس وفي مقاطع جمعية قتل الوحوش. في المقطع الأخير في قناة جمعية قتل الوحوش هناك مقطع خاص بريد اسمه اللسان العربي، كاتبونك في هكذا: مونتاج فاير تيوب. يعني كيف؟ أو أنت فقط تساعدهم؟ يعني أمنتج لهم يعني سريا. لكن يعني هل أنت جزء منهم أو لست جزءا منهم؟ يعني سأخبرك بهذا السر، أنك ما دمت أنك مترجاني أن أخبرك بهذا السر. نعم، أخبرني. يعني أنني عضوا أهم، يعني أنا وجيموا عضوين مهمين في جمعية قتل الوحوش يعني. هذا سر. يعني أنت كنت أشك فيك، لكن جيمو طلع يعمل مع جمعية قتل الوحوش. سرب لي بعض الأسماء الأخرى. سرب. لا تخف. وميبي برودكشن تحت مفاوضات. خلاص بدأنا بالأخبار النارية، لن نبتعد عن السؤال. المهم، السؤال يقول يعني هل يمكنك أن تخبرنا قصة انضمامك لهم يعني بشكل مختصر؟ يعني في الفيديو الذي وضعت فيه سلسلة سكرين. سلسلة؟ هل تتذكر تلك السلسلة؟ أي سلسلة؟ تلك سلسلة سكرين، أغنية سكرين. أغنية؟ نعم. لا أتذكر يعني. كما يسمونها صرخة الشمس. أجل ذلك الألبوم، أنت وجيمو. أجل تذكرته، نعم. نعم. فلما وضعنا تلك الألبوم، مباشرة أتتني رسالة أنا وجيمو. أوكي. ذهبنا إلى تلك الشركة. جمعية قتل الوحوش. جلسنا. نعم جلسنا يعني في شركتهم، يعني في كما يقولونها بالفرنسية بيرو. نعم، مقرهم يعني. نعم يعني مكتب خاص جمعية قتل الوحوش. بنافاس. نافاس، نعم، لأنه الرئيس. فتفاوضنا فقبلنا. قبلتم أن تكونوا أعضاء في جمعية قتل الوحوش، ويعني أنت اخترت أن تكون الممنتج الخاص بهم، أو هم قالوا لك كن الممنتج؟ نعم. لا، أنت من إرادتك قلت لهم: أنا أريد أن أكون ممنتج عندكم. جيمو، هل يمكنك أن تخبرنا ماذا يعني هو ماذا عفوا
عفوا ماذا قلت لي؟ عفوا ماذا قلت لي؟ أنت يعني بإرادتك قلت لهم أنني أنا أريد أن أكون الممنتج، ليس هم فرضوا عليك أن تكون الممنتج. نعم يعني. وجيمو يعني ماذا يشتغل هناك؟ أنت قلت لي أنك ممنتج معهم، وجيمو ماذا يشتغل؟ إذا يمكنك، وإذا لا يمكنك هنا لا لا أستطيع. تستطيع بعض. أن تقول لي. لأن لديه مركز هام، يعني قلب الشركة. ولا تستطيع أن تفصح لنا هذا؟ أنا وهو أنا وهو أنا أنا وهو في، يعني قلب الشركة. لكن لا تستطيع أن تفصح لنا ما هو هذا المركز؟ ليس عندك الأذنات. لا. حسنا، عادي عادي، الأخبار الدسمة. لأنه ل- لأن نافاس يشاهد هذا الفيديو. أكيد ويشاهد قناتنا. تحية لنافاس. لا تخف، نأسف على الأخبار والتسريبات. السؤال الذي بعده يقول، يعني أنت لحد الآن وضعت مقطعين في قناتك تعليميين حول فيلمورا. الأول مقطع الأول في قناتك كيف تصنع إطار احترافي، والثاني كيف تمنتج فيديو نعم. احترافي في أقل من 6 دقائق، وكلاهما مع جيمو. هل أنت مخطط أن تنزل فيديو ثالث حول فيلمورا أو خلاص؟ يعني هنا لا أعلم، يعني هنا يليق جيم. على حسب جيمو. لو جيمو أراد أن قال لك نعم نصور تصور، ولو قال لك لا تصور. يعني لأن هذه السلسلة بادئينها أنا وجيمو، يعني بالأصح. نعم. نعم، كلا المقطعين صورتموها أنت وجيمو، ليس أنت لوحدك. يعني يا متابعينا، لا تنسوا ترقبوا في رمضان. لا أعلم اليوم، لكن توقع في رمضان أنه، لا أعلم بأن لا أعلم. أنا مش صح، لكن أعلم إن كنا سوف ننزل أنيميشن أم لا. وبخصوص سلسلة مونتاج فيلمورا، هل أنت تستطيع فيديو نعم. آخر أو لا؟ قلت لك على حسب جيم مود أن هذه السلسلة بدأنا أنا وجيم. يعني إذا جيمو قال لك نعم تضع فيديو، ولحد الآن لم تصوروا أي فيديو؟ لا لا، لم تصوروا. لم لم ننشر. تصوروا، حسنا، عادي. التسريبات كثيرة في هذه الحلقة. ربما سوف يغضب علينا الناس، لكن في المونتاج سوف نحاول أن نخفف من هذه التسريبات. المهم يا سيد فايرتوب، لكي يعني لا نعم. يعني هذه التسريبات كبيرة، هل تعلم بها؟ أكيد كثير من المقطع هذا سوف أضع عنوانه تسريبات. هذا ليس مقطع مقابلة، مقطع تسريبات من فايرتوب. يعني يعني أنصحك عندما تصور بودكاست مع اليوتيوبر الآخرين، نادني. أوكي، لماذا؟ يعني من أجل مونسة. حسنا، يعني هذا يعتمد على حسب اليوتيوبر. بعضهم مثل قريش، نعم. كنا في الحلقة الأولى مع قريش كنت أقول له هل نجيب يعني ضيف آخر، ميمي قال أنه صديق ابنك يعني يتعامل معه. قال لي أنا لا أحب أن يكون معي شخص آخر، قال لي فقط أنا وأنت. يعني هذا يعتمد على حسب الضيف. وأكيد إذا قال لي نعم سوف أناديك، أكيد، هذا أمر مؤكد. نعم. المهم يا يعني من فضلك، يعني أتتني تسريبات خاصة بك. أي تسريبات؟ أنت أنصرت التس... المقدمة. يعني يعني التسريب الأول، وهو أنك ستبدأ سلسلة رمضانية. لا أعلم عنوانها، لكن ستبدأه. لا، أنا أصلا بدأت سلسلة بودكاست نميش، وهذه قناة خاصة فقط بالبودكاست. لا أتوقع أننا سنضع فيديوهات أخرى، لكن والتسريب والتسريب الثاني هو أنك أيضا تعمل في جمعية قتيل الوحوش، وأعلم أنك تحت المفاوضات. لا، هذا تسريب خاطئ. لم يتكلموا معي جمعية قتل الوحوش لحد الآن، لم يتكلموا معي. وأعلم من تكلم لا معك. لا، المهم ننتقل، لكي لا نطيل إن وقت الحلقة، ننتقل إلى آخر سؤال. يعني سيد فايرتيوب، أنت أخبرتنا قبل قليل أنك وضعت ألبوم تحت اسم صرخة الشمس مع جيمو، هذا صحيح؟ ونزلته نعم. في قناتك. نعم. هل أنتم مخططون أن تنزلوا أغنية أخرى أو لا؟ هل يعني نترقب؟ يعني نعم.
يعني أتتني فكرة في رأسي أنني أنزل أغنية عليها، لكن لا أعلم جيدا يعني لذلك. لحد الآن لم تقرروا قرار رسمي، فقط فكرة في رأسك. أحسن، أحسن. المهم، كان هذا هو بودكاست مع فاير تيوب. يعني لحد الآن هذه أفضل حلقة. تدري لماذا؟ أنت ليش؟ تدري، أخبرني أنت. أنا لا كلمة أعلم. تبدأ بالتاء. كيف؟ التس التسلية، التسري التسريب. التسريبات. يعني هذه أكثر حلقة سربنا فيها معلومات. يعني وأنا ألاحظ أن برنامجنا يتطور من حلقة لحلقة. يعني بدأنا حلقة نتكلم عادي، وهذه المرة ما شاء الله نستضيف يوتيوبر أسطوري ويطلعنا على التسريبات. يعني أنت أفضل ضيف في هذا البرنامج، وأقولها وبجدارة، ومن لم يعجبه يضع ديسلايك، أنا لا أهتم. من هو أفضل ضيف في هذا البرنامج؟ هو فاير تيوب. يعني هل يمكنك أن تخبرنا كلمة أخيرة لكي ننهي المقطع؟ لا تنسوا اللايك والسبسكرايب لقناة بودكاست نميش. هل هذا صحيح؟ أكيد. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، و بيس اوت. كان هذا هو ضيفنا فاير تيوب. ترقبوا الحلقات القادمة من برنامج بودكاست نميش.